رسالة اليوم هي عفوية، باش يعني نوصلوا رسالة للمجتمع، خاصة المجتمع هنا بالشاري، أننا بصدد يعني إطلاق مبادرة قوية، مبادرة إنسانية تهتم بإخراج الشباب من دائرة المخدرات، من دائرة الإدمان، وتدريبهم وإعطائهم مهارات اللازمة باش يعني يقدروا يدخلوا إلى سوق العمل ويخرجوا نهائيا من دائرة الفقر ودائرة الجهل ودائرة الإدمان. لذلك شباب تحلوا بالإيمان وتخطوا الإدمان، تخطوا الآلام واسعوا نحو تحقيق الأحلام. هذه رسالة من القلب، من شاب جزائري عشت فترة طويلة مع مختلف أطياف المجتمع، احتكيت بالكبار بالصغار كل الناس، وطليت كذلك على المرميطة، يعني طليت عليها وشفت يعني حتى البروفون، حتى لتحت، يعني حتى وين راهي الشياط راهي فيها، وشفت هذا الواقع لأنه واقع مظلم، واقع مظلم، دوامة سوداء، بلاك هول. يعني إذا دخلت هذا الثقب الأسود يعني فهو يمتص كل ما هو جميل، يمتص كل الطاقة، يمتص كل الحياة، يمتص كل ما هو جميل في حياتك، من ألوان، من أصدقاء، من عائلة، من صحة، من وقت، من طموحات، من علم، كل شيء يمتصه. فهو ثقب أسود يمتص كل ما هو جميل، كل طاقة الإنسان، ويخلي هذا الشاب يعني يصل إلى أن من شاب يولي كهل، عجوز، عاجز أن حتى يقوم من فراشه باش يؤدي أبسط الأشياء. لذلك التوعية ضرورية، التوعية ضرورية، التوعية ضرورية. يعني كل مجتمع يوعي من خطورة هذا الداء، هذا الداء الفتاك الخطير. just say no، فقط قل لا، لا تجرب. هذا هو الشعار اللي يعني داروه في الدول المتقدمة، أنك ما تجربش، لأنك تجرب مخك يعتاد على ذيك المادة، ولكنها مادة سامة قاتلة، تعطيك ذيك النشوة سمانة، سمانتين، شهر، شهرين، ومن بعد تزول ذيك النشوة، تزول ذيك الطيران، تولي فقط يعني غير باش تستطيع أنك دير أبسط الأشياء خصك تتعاطى المخدرات باش أنك تهضر مع الناس وتحاور مع الناس، يعني ما تقدرش تبقى اعتمادك كليا على هذه المادة، وتدمر لك أغلى ما عندك هو عقلك اللي أعطاه لك رب العالمين. العقل بدا يضمر 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 ومثلش يتحمل تلك المواد، فالإنسان يصاب بعدة أمراض، بينها النسيان، بينها الخوف، بينها فقدان الذاكرة، ضعف في الجسد، وخاصة أنه يعني الإنسان يمشي للفقر، أنه هذه المواد هذه استهلاكها كبير. أحيانا الإنسان يمشي يتعاطى هذه المواد ومن بعد يولي يتجر فيها، يعني ولا ما لقاش المال يمشي يسرق ويجيب مشاكل أهله وجيرانه والعائلته. فهي دمار شامل للإنسان، هي دمار للإنسان. الإدمان حرمان من كل شيء، حرمان من الحياة، حرمان من أبسط الأشياء. لذلك ما تجربوش شباب، ما تجربوش هذه المواد، فهي يعني باب للجحيم. تشوفه مزوق ولكنه كي تفتحه باب للجحيم. ولكن أصعب شيء أنك ما تقدرش تغلق هذا الباب، ما تلقاش القوة حتى باش تغلق هذا الباب، وما كانش يعني دور رعاية، ما كانش مراكز متخصصة لرعاية هذا الشباب وإخراجهم، لأن الشاب كي يلحق مرحلة الإدمان خاصة علاج خارجي، خاصة أطباء متخصصين، خاصة أطباء نفسانيين، خاصة كوتش، خاصة بيئة تحتويه، لأن النبتة كي تكون في مكان بيئة سيئة يصعب أنها تنمو وتزدهر وتثمر، لأن خاصة نقوله إلى بيئة صالحة، بيئة خير من هذه البيئة المعفنة، لأنه يسهل الحصول على المخدرات، يسهل أنه يعني بسرعة يولي، بسرعة ينتكس، حتى لو كان يبغي يخرج منها صعيب باش يخرج منها، لأن البيئة دائما تعود جرة، والصاحب ساحب والبيئة ساحبة، يعني دائما تخليه في ذاك الجو تاع التعاطي ويصعب خروج منها. لذلك شباب أرجوكم، هذه رسالة من أب، رسالة من أخ، رسالة من شاب يعني عاش معها وشاف هذا الواقع المر هذا. أرجوكم يعني ما تجربوش، ما تدخلوش هذا الباب، ما تدخلوش هذا العالم. الآباء، رسالة للآباء،
يعني ساندوا المبادرة. رسالة لكل الناس المثقفين، خاصة الأئمة، للإعلاميين، كل الناس اللي عنده منبر، اللي عنده مكانة، اللي عنده علم، اللي عنده إمكانية أنه يساعد من أجل تخطي الإدمان، من أجل التحلي بالإيمان وتخطي الإدمان، من أجل التخلي وتخطي الآلام وتحقيق الأحلام. كلكم مساهمون في هذه المبادرة الطيبة. إن شاء الله بإذن الله تعالى من خلال الصفحة، إن شاء الله بإذن الله آيكان، إن شاء الله بإذن الله ستكون على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك والإنستغرام. قد ينطلقوا هذه المبادرة، من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. هذا زكريا معكم، وإن شاء الله بإذن الله بمزيد من التفصيل. كل مرة قد يكون في فيديوهات، قد يكون فيه برامج، تكون فيه مبادرات، تكون فيه كلمات، تكون فيه ريبورتاج، يعني نقدموا حلول عملية على أرض الواقع كلنا نساهم فيها لإخراج 10,000 إن شاء الله من دائرة الإدمان، تدريبهم وخلق فرص عمل لهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. ربي قدرنا على فعل الخير. هذا زكي يحييكم. مهما وصل بك من ألم، ومهما بلغت من هم وغم، ما تجربش المخدرات، ما تدخلش عالم المخدرات، ما تتعاطاش المخدرات، ما تدمنش. مهما وصلت بك من هم وغم وألم، لا تترك الصلة بينك وبين الله، الصلاة، لا تترك القراءة والعلم ويعني تطوير الذات، لا تترك الرياضة والعمل والعمل والعمل. يعني هذا هو، يعني إن شاء الله بإذن الله هذه المبادرة إن شاء الله بإذن الله تكون فاتحة خير وتكملة لما بدأناه منذ سنوات. ربي قدرنا على فعل الخير، وأراكم في فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لكم.